هاي، ازيكم يا احلى متابعين؟ وحشتوني جدا جدا. النهارده انا حبيت افرجكم على كل بيوت يويا تايم، وكمان في بيت هشتريه معاكم. وللاسف يا اصدقائي معظم بيوت يويا تايم بتشتريها، وانا دلوقتي كان ناقص بيت ما اشتريتهوش فهشتريه معاكم وافرجكم عليه. وما تنسوش بقى تكتبوا لي في التعليقات اي بيت من البيوت دي عجبكم. ويلا بينا نبدأ. بصوا البيت اللي انا بقول لكم عليه هندخل دلوقتي ونشوفه. وزي ما انتوا شايفين يا اصدقائي انا مشتريه معظم البيوت، بس انا اكتشفت البيت ده فقلت اشتريه معاكم. والبيت فين يا ترى؟ فين؟ انا البيت ده مش حباه ولا ده، فانا هشتري ده. وبصي يا اصدقائي ب 200 جوهره. تعالوا بينا نتفرج عليه من جوه، يا ترى شكله هيكون عامل ازاي. انا متحمسه جدا. طبعا هو مدينا الصور تحت لشكل البيت، بس انا بصراحه حابه ادخل واشوفه من جوه. بصوا شكله عامل ازاي، يجنن بجد. وكمان في تلفزيون. طيب يلا بينا. وبصوا الحمام بتاعه بسيط جدا. واو بجد، واو واو واو، عجبني جدا. يلا بينا يا اصدقائي، نعمل بيت وهندخل هنا. وطبعا انا عامله البيوت كلها، فانا هلغي بيت وارجع لكم تاني. فبس كده نختار البيت وندخل عليه. طبعا انا كده اشتريته. ويلا بينا بقى يا اصدقائي، انا متحمسه جدا اشوفه من جوه. يلا بينا. هندوس على نيكست وبعدين نختار البيت اللي انا اشتريته، هو ده. وبعدين نختار شكل المبنى من بره، فهنختار مثلا ده لان البيت بسيط جدا. ف يا ترى بقى من جوه عامل ازاي؟ انا فرحانه جدا. بصي يا جماعه البيت من جوه عامل ازاي، يجنن بجد. خلونا نجيب الشخصيه بتاعتنا الاول. وبصوا اول حاجه نبتدي من اول البيت من جوه. اول حاجه عندنا السرير. والسرير يا اصدقائي شكله جامد جدا. وكمان بصوا الشماعه فيها الملابس. وكمان يا اصدقائي الدولاب فيه كمان هدوم. واو بجد، واو واو. وبصوا كمان في طاقيه. وبعدين بصوا كمان دي في مراية. والكرسي ده ممكن نقعد عليه، وفي لابتوب كمان نفتحه ونقفله عادي. وبصوا بقى يا جماعة الجمدان بجد. وبصوا يا أصدقائي مش مصدقة، بصوا اللعبة دي احنا بنحبها جدا. بصوا عاملة ازاي اللعبة يا أصدقائي اللي على شكل بطة دي. بصوا لما امسكها هتعمل صوت حلو قوي. تعالوا بصوا همسكها معاكم وهسمعكم الصوت بتاعها. بصوا بقى يا أصدقائي لما بنمسك اللعبة بتعمل صوت عامل ازاي. صوت مضحك جدا. وتعالوا بينا نتفرج على بقية البيت اللي هو يجنن. دي كاميرا طبعا ممكن نتصور بيها، وكمان ممكن نقعد هنا ونتفرج على التلفزيون، وكمان ممكن ناكل البطيخ الحلو ده. يلا بينا نحط العروسة الأول دي، البطة، وناكل بطيخ قدام التلفزيون. مم. وكمان ممكن ناكل ايه تاني؟ كل المقرمشات دي ممكن ناكلها. وكمان في شيبسي ده ولا ايه؟ لا ده مارشميلو. واو بجد طعمه حلو قوي. طيب ايه رأيكم؟ انا بصراحة عاجبني البيت ده جدا. وكمان يا جماعة تفاصيله بسيطة جدا. وعندنا هنا بقى التلاجة البسيطة جدا والجميلة جدا بجد، عجباني جدا. وكمان فيها الخضار والفاكهة واللحوم من تحت. طبعا انا هنا فتحت اللحمة. وهنا في اللي هي الطاسة، ممكن نعمل فيها نقلي فيها أو نطبخ فيها. وفي أطباق بسيطة جدا وبجد. والحمام كمان يا جماعة بسيط برضو. زي ما انتوا شايفين هنا في زي بتاع ده لو بيعمل مية سخنة ومية باردة. بصوا دي مية سخنة الأحمر، والأزرق مية الباردة. وزي ما انتوا شايفين بصوا التفاصيل يا جماعة، خارج منها بخار. ويلا بينا بقى نتفرج على بقية البيت. معلش يا جماعة أنا عندي برد شوية، صوتي متغير. وبعدين هنحط هنا بقى طبعا دي الغسالة، وحلوة قوي جدا كمان. وبصوا الهوا ده احنا ممكن نشيل الكوباية دي ونقعد كده. بصوا الهوا. الهوا حلو جدا. ده حاجة كده عاملة زي التكييف الصحراوي، أو هو تكييف صحراوي يعني. وتعالوا بصوا الحمام يا جماعة، جميل 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 وبسيط، مفهوش بانيو. بصوا حلو ازاي. وكمان يا أصدقائي الدش
طبعا مفيش بانيو، فهو دش بس. والتفاصيل بتاعة الدش جميلة جدا برضو. وهنا برضو في اللي هي القعدة دي. وايه تاني؟ بس كده هو ده الحمام. وده البيت يا أصدقائي. قولولي في التعليقات رأيكم ايه. وتعالوا بقى نبص على بقية البيوت، ويا ترى هتعجبكم ولا لأ. وكمان اكتبولي طبعا في التعليقات انهي بيت فيهم اللي عجبكم. وبصوا ده بقى نظرة سريعة كده على البيت. طبعا البيت دور واحد، بس بصراحة تفاصيله حلوة جدا. وده طبعا البيت اللي هو بيت الأغنياء. بصوا التلاجة بتاعته عاملة ازاي، وفي غسالة، يعني أوضة لوحدها للغسالة. وبصوا لما بنشغل الغسالة عاملة ازاي. هو على الرغم ان البيت ده حلو، بس انا بصراحة عجبني البيت التاني كتير. بصوا دي الفيلا كلها مع بعض. وبصوا السرير كمان حلو ازاي. انا هنا يا اصدقائي جايبالكم البيت كله. وطبعا هو دورين. وبصوا ده كمان البانيو. وبصوا الشخصية هنجيبها. ده يعني افخم بيت يعتبر. وجميل وتفاصيله حلوة قوي. ايه رأيكم؟ البيت ده عجبكم ولا البيت التاني؟ يلا بقى نشوف بيت تاني ولا ايه؟ يلا بينا. بس هنا هوريكم الأول الدور اللي تحت، وبعدين نروح نشوف بيت تاني. وبس كده. وده البيت التالت يا أصدقائي، والبيت بسيط جدا وجميل جدا وتفاصيله حلوة برضو. بيحسسنا كده ببيوت الأجداد بتاعتنا. والتلاجة طبعا القديمة اللي هي بتاعت زمان دي. وحلوة قوي بجد. وكمان السرير هتحس كده ان هو سرير تيتا. حلو قوي. تحس المكان حلو ومريح. وبصوا بقى بصوا هنا الدراج. وده طبعا ادوات التنظيف. وده طبعا البانيو. بس مش عارفه ليه البانيو ما كنتش عارفه انام فيه وكده. وبصوا ده انا شغلته. والبيت ده عاجبني جدا جدا برضو يا اصدقائي. واكتبوا لي بقى البيت ده عاجبكم ولا انهي بيت من التلاتة. وطبعا هنا يا أصدقائي اللي عاجبني أكتر في البيت ده إن فيه جنينة وفيها زرع، يعني منظر طبيعي عامل زي بيوت الفلاحين، اللي هو بيبقى بيت وقدامه جنينة أو الزرع الأرض بتاعته. فحلوة قوي بصراحة. وفي كمان تعالوا نشوف البيت اللي بعد كده، رابع بيت معانا، واللي هو البيت اللي كلنا بنعمله برضو، اللي هو ده. وهنبني طبعا الشكل من بره. وبرضو يا أصدقائي هفرجكم عليه. هندخل. هو في بيتين من النوع ده، بس باختلاف الأماكن، يعني في المطبخ بيختلف والأوضة. يعني في البيت ده بره في شواية وحاجات، ده في بره حفلة عيد ميلاد. فاحنا هندخل الأول اللي هو بره، في حفلة عيد ميلاد. وهنا في تورتة وبلالين. والأول لما بندخل بقى بنلاقي ايه؟ بنلاقي اللي هو الركنة دي أو الأنتريه ده. وبيبقى فيه تلفزيون كمان. على العكس البيت التاني، أول لما بندخل بنلاقي المطبخ. وزي ما انتوا شايفين يا أصدقائي كمان في تلفزيون حلو قوي. والمطبخ تفاصيله حلوة جدا. وكمان فيهم مسحوق وكوبايات مجات. وهنا كمان في سرير للبيبي. وكل التفاصيل يا جماعة معاكم، وده البيت يجنن بجد وشكله حلو جدا برضو. وتعالوا بينا بقى. طبعا هنا في تلفزيون، ممكن نقعد هنا ونتفرج على التلفزيون. وبصوا الدولاب يا جماعة من ورا شكله حلو ازاي. بجد التفاصيل دي حلوة قوي. وتعالوا اوريكم البيت التاني اللي شبهه. هنا في زي ما انتوا شايفين في زي مرجيحة كده. وبعدين شواية وعجلة. وأول لما بندخل بنلاقي المطبخ. وبعدين الأنتريه. وبعدين بنطلع في الأوضة اللي بننام فيها. وبس كده يا أصدقائي. ايه رأيكم بقى؟ وبكده خلصت الحلقة بتاعتنا. وما تنسوش بقى الاشتراك في القناة. وانا حبيت اعمل لكم فيديو وانا تعبانة، فما تنسونيش بقى باللايك الحلو. وبس كده، باي.